اوريكم الموروث الشعبي والحضاري اللي بيتنقل عبر الاجيال لحد النهارده. لو رحت فرح هتلاقي المطربه وهي بتغني اي الليل بتحط ايدها على ودنها. لو المطرب اندمج قوي هتلاقيه دايما بيعمل كده. كانت اشهر حركه عندنا طبعا الكينج محمد منير وهو بيعمل الحركه ديت. انغام، فنانه انغام ريسنتلي كانت بتعمل نفس الحركه ديت. المايسترو اللي وراها بيعمل نفس الحركه للفرقه اللي وراه. نفس الفكره، لو رحنا اي عزا هتلاقي الشيخ او القارئ للقران بيحط ايديه على ودنه وبيقرا بنفس الطريقه او بيعمل نفس الحركه وخصوصا ايده على ودنه، ودي معناها اندماجه في الاداء وقوته وحلاوه صوته. تعالوا نشوف دي جايه لنا منين. تخيلوا اهي قاعده اهي وبتغني قصاد العازفه وحاطه ايدها على ودانها، والناحيه الثانيه عامله نفس الحركه اللي هي ديت.